صباحو صباحو كيفكن؟ اليوم رح يكون الفيديو يعني شو بدي لكم. شوفوا أنا اليوم عندي عزيمة، يعني عازمة أختي وبناتها اليوم الكريسماس. فالبيت أنا كنت عم بشتغل بالكوكيز بالمطبخ وعملت شوية أشياء يعني، فالبيت مشي. والله العظيم البيت ماشي حرفيا. رح شغل الكاميرا وتمشوا معي مع البيت، وماني مخلصة الأكل، وماني ما تحممت، ماني مزبطة حالي ولا شي. فعلى عينكم رح نشوف. هلا الساعة تقريبا 10، والله العظيم أنا نايمة امبارح كان 6، بظن 5 6. هلا الساعة 10. أول شي يعني مستعجل وقف لقلك بنروح بنشرب القهوة، وبعدين استنوا أفرجيكم. شوفوا حبيباتي، الغسيل برا، ما بعرف ليش هيك، ما بعرف مثلا هي شو عم تعمل هون؟ مثلا هي هون كانت مع الكوكيز. طيب هلا شو عم تعمل هون؟ طيب مو مشكلة. الغسيل طبعا من طالع من النشافة بنحط هون، من على المنشر بنحط هون. ما في وحياة الله ما في شي بمحله. خجلانة صور لكم. استني شوفوا. طيب شوفوا هون انا قايم مشان فضي المطبخ لانه كتير كان عندي شغل، فما بدي اجع حالي. فاغراض الكوكيز كلها المستلزمات يعني حطيت الطبلية هون وحطيتها هون، هذا كله بده يرجع ينضب. طيب يا هلوش هون كان في كنباية، وين راحت؟ ليك يا حبيباتي ليك بنص الأوضة. الحمد لله ما عنا شي بضيع. يلا رح فوتكم معي على المطبخ هلا. ما رح اخذكم على غرف. شوفوا الحمامات نظيفة لكون صريحة معكم، بس غرف النوم يعني مقلوبة قلب. اذا الغسيل برا، اذا الثياب برا، جوا شوفي. هاي المطبخ شوفوا كمان للأمانة. أنا امبارحة قبل ما أنام ما جليت على فكرة. لا شو عملت؟ غسلت الجلي يعني نظفته مشان احطه الصبح بالجلاية. هلا بلشت طبقه، شايفين؟ وهون شوفوا بعض جماعة شربانين قهوة الصبح، ما علينا. وهون عم زبط اغراض الكيك لاخبز الكيك. وهون هذا جلي، طبعا هذا ما بينحط بالجلاية. تمام. هون شوفي لننظر نظرة قبل ما نورجيكم. كراكيب، هي كمان كراكيب الكيك فالمهم يعني هي شفتوا بعينكم الوضع، وما بعرف كيف بده يمرق هالنهار وضل مرتاحة وضل مبسوطة. يلا خليكم معي. هون بقى قبل بيوم قبل بليلة، مو قلت لكم انا ما نمت؟ فعملت شوية اشياء، وكنت عن جد تعبانة لاني عاملة الكوكيز وعاملة كمية كتير كبيرة. بس كنت حابة انه الاولاد يعني بنات اختي واولادي ينبسطوا بالطاولة انه عليها كتير انواع كوكيز. فهون قبل بليلة عم بنقع الديك الرومي. كتير مهم ننقعه من قبل، يعني من قبل بيوم على بكير، يعني خليه يقعد له اقل شيء 12 ساعة بالتتبيلة. اول شيء غسلته كتير منيح، شلت الزوايد الدهنية اللي فيه وكل هاي القصص، ونظفت قلبه كتير منيح. بعدين هيك فرفت يعني فتحت بين الجلد واللحم من عند الصدر، ونقعته بالملح بالطحين والليمون، عصير الليمون ومي باردة، وتركته هيك شي ساعة. بعدين نشفته كتير منيح وهلا عم تبله. شوفوا بقى بالتتبيله بحط كميات. الديك الرومي مانو مثل الدجاج، هو بيبلع يعني بياخد ملح بياخد كذا. فانا حطيت يعني كميه ملح منيحه، حطيت توم باودر، حطيت بابريكا، حطيت جوز الطيب، حطيت شويه شطه، حطيت خل ابيض كتير مهم مشان يطرى اللحم. وبعدين عبيت مي بارده. حطوا التوابل اللي انتم بتحبوها، بس انا اهم يعني التوابل بالنسبه لي للديك الرومي هي الاعشاب. اعشاب مجففه يعني بتكون يعني هي خليط بين زعتر وحبق وهيك. بحب كتير نكهتها، وخاصه بصدر الديك الرومي. وهلا رح اشيلهم حطهم بالبراد لتاني يوم. شو حطيناها؟ نحط الحشوة، ما نكتر حشوة، هالقد على عرض اليبرقاية. بعدين لفة سكرناها من فوق. بعدين بنعجنها بهيك شوي، بس من هدول الشراشيب بفوتهم لجوا، لأنه هدول اللي بيفكوا اليبرق.
شايفين هيك، وكبسة هيك. يعني نجرب معكم الكيس بأسابيعي. هون عم شد وبسحب، هاد بسحبه. شايفين؟ يا سلام والله شغل معامل. اي والله. شوفوا انا يعني يمكن اسرع لي اذا بلف بدون كيس، بس بصراحة حبيت هيك طالعة رفيعة، ما بتطلع معي هيك رفيعة، بتطلع معي هيك مقلوظة مثل صاحبتها. يا الله. وهيك تسكيرة تسكيرة. شايفين؟ بعدين ضغطة هيك مشان اخذها من هون. عم بسحب فوقاني بس تحتاني ثابت والصوص ثابت. والله شي ظريف. طب تعال نلف حدا بدون هذا كيس نايلون. شو صغيرة، ما بعرف، ما عم لاقي ورق عنب انه يكون حجم كبير. يعني انا بحب الحجم الكبير، يكون رقيق وكبير. عرفتوا؟ هلا شايفين هيك بتطلع يعني هيك ماشي الحال. لا مو مثل الكيس يعني، بس انه ماشي الحال. عرفتوا؟ استنى طالعة رقيقة، طالعة قصدي هيك رفيعة. استنوا نسكر من هون شوي، من هون كلنا صغار. بعت لهم هنا نعمة كريم هيك، وبعدين هيك. والله ظريفة، بلا كيس بلا ميس واحد. خلص هم عرفت كيف نعمل بالكيس. يعني إذا يعني مبتدئة أعمل الكيس أنا، والله داخلي لا حول الله. أعمل معكم واحدة كمان بدون كيس. هي وزعنا الغلة، وبعدين من هون ومن هون بنشد من الاطراف. شايفين هيك تسكيرة، وبنشد من هون الاطراف وبنسكر. هدول الشراشيب بس يضلوا برا بتفتح، ورصوا ماشي الحال. شفت انا المصريات بلفوا على كفهم فظيعات، بحطوا هيك الورق العنب على كفهم وبيعملوا له، ما بعرف شو بيعملوا هيك. اي يعني سريعات كتير. لا انا ما حاولت انه اعمله على كفي عبس. شوفوا يا بنات، انا بكره عندي عزيمه. يعني هلا انا عم صور لكم، وعندي عزيمه بكره جاي اختي وبناتها. والساعه حاليا تقول يمكن وحده، ما بعرف 12 واحد هيك شي. المهم بحطكم بالصوره. البيت ماشي لبرا، والله العظيم ابنه مكركب، لسه ماني مخلصة. يعني كنت عم بعمل الكوكيز، ماني مخلصة شي، ادعولي. والله انا ما بحب يعني يومي بيكون عندي عزيمة انه يوم العزيمة يكون ملحوقة. يعني بحب هيك اتحمم وظبط حالي والبس واكون مرتاحة، جسمي مرتاح. شكلي بكره بدي اترك اختي وحط راسي ونام. ما بعرف، هالاسبوع كان متعب بالنسبة لي. شوفوا انا بحب مواسم الاعياد، بس بصراحة يعني
بتعب ما بصدق ما تخلص. اي والله يعني بشتاق لكل المواسم، وبس هيك يجي الموسم نصه بكون خلص فرطت، قد ما انه يعني بكون متحمسة وما بخلي شي ما بعمله وبتعب. فبكرة غالبا راس السنة هيك عم فكر والله العظيم، على اساس كانت بدها تجي اختي لعندي، فعم فكر الا خيطه على قولة الحلبيات الحلوة، انتي ببيتك وانا ببيتي، اقعد حط فنجان قهوتي بعملهم بوشار. والله العظيم هيك عم فكر، بعرف ما رح يطلع من قلبي بس ما بعرف، هيك عم فكر. ولي شو سميكة هي، واقعد اتفرج على الابراج، نسمع شوية كذب. الحشوة هي نفسها حشوة الكوسة، ما عملت معكم كوسة محشي هداك اليوم، فضل عندي حشو، فقلت خي لجيب يبرة وبلف يبرة، فهي نفسها الحشوة. الكيلو الرز عليه نص كيلو لحمة، عليه ملح، فلفل، بهار، جوز الطيب، عصفور. ايه والله حاطة عصفور اليبرة، إيه ما بيأثر. عم قارن بالشكل بين تبعاتي وتبعات الكيس، والله كله نعمة. بس والله حسيت بده ياخد وقت، وبصراحة أنا يعني مثل ما بيقولوا يعني مستعجل وقف لقلك. أهم شيء لما تكوني معجوقة وما عندك وقت اطلبي المساعدة. أنا من جهتي طلبت المساعدة من جهتين، من أول شيء زوجي الله يرضى عليه يا رب ويحن عليه، وأصلا هو بدون ما أطلب منه بيساعدني. قام لملم البيت، مو تنظيف، لملمة، لأنه تنظيف بعد العزيمة. لملم البيت وركن وضب الغسيل وعمل كل شيء، وقال لي خلص انتي خليكي بالمطبخ. والجهة الثانية اللي طلبت منها المساعدة هي هي العجينة الجاهزة اللي جبتها من عند الليدل، موجودة عند الليدل وعند الكازينو اللي موجودين يعني بفرنسا، يعني موجودة بكل أوروبا. هي عجينة جاهزة بتجي مورقة، رخيصة مانا غالية، وكتير حبيتها، أول مرة بستخدمها وكتير حبيتها ورح أستخدمها على طول. طلبت منها المساعدة ومشي الحال، يعني بدل ما أعجن ومد وما بعرف شو، أول شيء عملت لهم شكل يعني سبانخ، عملتها نجوم على شكل نجوم. بعدين قلت لا ما في وقت، مديتهم هيك مثل البيتزا وخبزتهم بالفرن، يا دوب تاخد 5 دقائق هي العجينة. أنا عاملة قبل هالمرة معكم الحشوة تبع السبانخ، بس رح أعمل فيديو يعني مخصص لكل شيء عاملته هون، لأنه هون كان فلوج أكتر منه إنه يعني خصص لكم كل طبخة شو عم بعمل. أنا هون زوجي عم يقلدني كيف بعرض الأشياء اللي عم بعملها على الكاميرا، فقاعد عم بيقلدني. شايفين كله بيتنمر علي. المهم كانوا هون اجوا بنات أختي وجايبين جايبين لي هدايا يا حبيباتي، وفتحنا الهدايا. اختي جايبت لي طاجين، صحيح نسيت صور الطاجين بس رح اعملكم فيه وصفات كتير. جايبت لي 3 قياسات بيطيروا العقل، وبنات اختي جايبين لي هيك اشياء ناعومه مثلهم يقبشوا قلبي ان شاء الله. هون بقى خلص صار وقت انه نفوت الديك الرومي على النار، لانه اليبرق عندي انطبخ كله صار جاهز. فأنا هون زبدة طرية بحرارة المطبخ، خلطت مع نفس الأعشاب اللي حطيتهم بالديك رومي، تمام، اللي هن خليط مزيج أعشاب اللي هن بين قلت لكم أوريغانو والحبق، كتير نكهتهم طيبة. هلا بقى كتير مهمة هي خطوة الزبدة للديك الرومي لحتى يطرى الصدر عندكم، لأنه صدر الديك الرومي بتعرفوا قاسي وناشف، فأنا بدي أعمله جوسي. هاي الطريقة رح تعطيكم نتيجة يعني كأنكم عم تاكلوا لحمة جوسي، ما كأنكم عم تاكلوا صدر ناشف أبدا أبدا، اللي هي الزبدة. رح أدهنه بالزبدة والأعشاب كتير منيح، ورح أدخل الزبدة بين الجلد واللحم. هلأ بتشوفوا كيف بالمعلقة وبسحب يعني. رح أدخلهم بيناتهم، وحتى حط بقلبه زبدة، وبعدين حطه بالفرن على أعلى درجة حرارة بدون قصدير بدون شي. بتركه بالفرن لياخد وش، بس تحمر وأخد وش بطالعه، بغطيه بورق الزبدة والقصدير،
وبدخله على الفرن حسب الفرن اللي عندكم. أنا الفرن عندي أكل مثلا معي ساعة ونص أو ساعتين لأنه فرني كتير ساخن. بس إذا يعني ممكن الفرن إذا أبرد من هيك ممكن ياخد وقت أطول. المهم إنه أول شيء يتحمر وشه وبعدين يتغطى ويفوت. وهيك السفرة عندي صارت جاهزة. هي منه لمتنا الحلوة، ومنه ليلة الكريسماس، ومنه عيد ميلاد ابني، فجمعناهم كلياتهم مع بعض وقضينا ليلة كتير كتير حلوة وانبسطنا كتير. وحط لكم مقاطع يعني من الليلة اللي قضيناها. أهم شيء بالنسبة للأطفال لينبسطوا هو الفوضى. الفوضى ركن أساسي بسعادة الأطفال، وهذا اللي اعتمدته أنا بهي الليلة، إنه تكون ليلة فوضوية. وفعلا كانت أجمل ليلة كريسماس من قضية بحياتنا. واحد اثنين ثلاثة. Making our Christmas memories.